الياس المالكي تحكموا سباب ماشي الامازيغ. باش تعرفوا سباب غادي تصدموا. تشماما تا غير عاد الياس المالكي اكبر ستريمر في افريقيا تعتقل حيت زبلها في لايف سبب جمله وحده ترونات مع الامازيغ. والمغاربه تفرقوا، كاين اللي مع الادانه ديالو ولكن الاغلبيه ديال المغاربه ضد هذه الادانه حيت قال زادوا فيه وراه كان غير داوي. وغير البارح كانت المحاكمه ديالو في المحكمه الابتدائيه ديال جديده بين حضرات فيها العائله المالكي بزاف ديال المواطنين المغاربه، والتهم اللي كانت موجهه ضده قاصحه: تحريض على الكراهيه والتمييز، تشهير بالاشخاص في اللايف، خلال اللحيه، سب والقذف في اللايف، وزيد استهلاك المخدرات. واخا عنده القضيه حامضه، بزاف ديال المغاربه ومنهم انا كنا متفائلين بانه ما ياخذ والو، بانه ما يرجعش للحبس، حيت بزاف ديال الجمعيات الامازيغيه تنازلوا على الدعوه ديالهم والتباقي الاخر تزوه، دونك تسلعبات ضدهم، دونك من قضيه الامازيغ خرج براءه. ولكن صدمه ان القاضي غادي يحكم عليه ب4 شهور نافذه، 5000 درهم غرامه ماليه، يتشد بسبب الهضره الطايحه في اللايفات. ولكن هذا الحكم ماشي نهائي، عنده جلسه اخرى نهار الخميس الجاي، حيت للاسف زادت له تهمه اخرى من عند واحد المراه مشهوره في السوشيال ميديا اللي قالت لك سبها في اللايفات وشهر بها. الحاجه اللي خاصكم تعرفوا بامبورت الحكم، الياس مازال غادي